فكرنا في موضوع المدرسه، قلنا يا ريت المدرسه تبقى داخل مصنع، وكان ده بسبب تشجيع من وزاره التعليم ووزاره الصناعه. فالحمد لله ومحافظه اسكندريه قدرنا ان احنا نبدا المشروع ده. بدأناه في 2014 والحمد لله اتخرجت منه دفعات كتيرة وموجودة بتشتغل في المصانع، وطبعا عمالة فنية ماهرة. فنفسنا يا ريت بقية المصانع تبدأ تكرر التجربة دي، لأنها هتلاقي عندها العمالة اللي هي محتاجة لها ومدربة. طبعا الشباب لازم يشتغل، ولو يعني عشان يبدأ يبني نفسه فكريا ويبقى عنده مهنة يقدر يشتغل فيها. والنهاردة السوق الصناعة موجودة ومحتاجة للعمالة ديت، يعني في فرص العمل موجودة للي عايز يشتغل بيلاقي فرصة العمل. بشجع أي حد تعليم فني أو أي حد إن هو ينزل يشتغل ويبتدي بأي شغل. أنا بدأت أشتغل، خلصت الدبلوم على طول اشتغلت كعاملة فحص، وبعد كده وصلت بقيت مراقبة جودة، بعدين بقيت مشرفة، تمام، لحد ما وصلت دلوقتي انا بقيت مديرة المصنع. انا بشجع طبعا كل الشباب ان هي تشيل المسؤوليه من بدري وتحاول ان هي تشتغل عشان تبني مستقبلها. كنت قسم ملابس، نزلت اشتغلت بعد الدبلوم على طول. كنت قاعده على مكنه. اول ما جيت طبعا كنت تدريب، وبعد كده اتعلمت حاجات كتير على المكن، وبعد كده اتطورت، وبعد كده قمت جوده، اتعلمت حاجات كتير طبعا وعانيت شويه عشان اتعلم. انا اسماء محمد، قاعده على مكنه، وبنصح الشباب اللي كلها تنزل تشتغل وما حدش يقعد في البيت، عشان القعده في البيت ملهاش اي لازمه، ولازم ننزل نشتغل عشان نعتمد على نفسنا وما نعتمدش على حد تاني. انصحهم ان هم ما يستنوش، يعني اي حد يتفضل ينزل يشتغل، والقعده مش هتكسبك حاجه، وابدا من تحت وربنا يكرمك لحد ما توصل. انا قاعده على مكان، خلصت الدبلوم بتاعي ونزلت على طول اشتغل علشان اكون نفسي واخلص الحاجات اللي عليا. لازم ان كلنا ننزل نشتغل، ما ينفعش ان حد يقعد في البيت، مش هتستفاد حاجه، هيبقى معاك قرش تعرف ان انت تجيب بيه اللي انت عايزه وتخلي بالك من نفسك، كل الحاجات دي. فانا بنصح الناس كلها والشباب كلها ان انتوا تشتغلوا تعملوا اللي عليكم، وان شاء الله باذن الله كل واحد يحقق اللي بيتمناه، وفي الاخر بقول لك انزل اشتغل. انزل اشتغل، انزل اشتغل، النجاح ده سر الاسراء العمل. انزل اشتغل، انزل اشتغل، النجاح ده سر الاسراء العمل. صنعة حرفة منا هي بتناديك، مطلوب وجودك فيها وبتدور عليك، هتعلى بيها وتصبح بالهمة كبير، وبالنشاط تحقق حلمك والرزق الكبير. انزل اشتغل، انزل اشتغل.